باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة ربنا هنتكلم النهاردة على واحد بقى من العهد الجديد، والواحد ده اللي بيميزه ان رب المجد يسوع وصفه وقال عنه انه اعظم مواليد النساء. ايه سر قوتك يا يوحنا؟ الحقيقة اكتر من حاجة. الحاجة الاولانية التجرد، ان يوحنا ساب كل حاجة، عاش كده عيشة رهبانية انجاز التعبير. والتجرد يدي قوة، لانه انسان بياكل اي حاجة، وعشان كان بياكل اي حاجة ما كانش فارق معاه يلبس ايه ولا يعمل ايه. يبقى اول حاجة التجرد والفقر الاختياري اللي هو اختاره لنفسه. نمرة 2، ودي حاجة مهمة قوي، وضوح الرؤية. هو عارف عاوز ايه، عارف مكلف من الله بالروح القدس في ايه، انه يجهز الشعب للتوبة. مفيش حاجة ميلة قلبه يمين ولا ميلة قلبه شمال. وعلشان كان متجرد وعنده وضوح للرؤية وللهدف، كان شجاع جدا لدرجة انه ما خافش ان يوبخ هيرودس الملك حتى لو كانت النهاية اعدامه، ويقول له ما يحقش ليك انك تحتفظ بامرأة اخوك. يا للدرجة دي؟ راجل قوي بصراحة. وكمان ما نقدرش ننكر ان يوحنا كان رجل صلاة. يعني ايه كان رجل صلاة؟ التلاميذ لما قابلوا المسيح وقالوا له علمنا كيف نصلي، قالوا كلمة حلوة قوي، قالوا كما علم يوحنا تلاميذه. وده كان تقليد عند اليهود، ان كل معلم كان له صلاة، وكانت فيه 12 صلاة منتشرة قوي في المجتمع اليهودي، ومنها الصلاة اللي علمها رب المجد يسوع لينا كلنا في أبانا الذي. يعني كان كل معلم لازم يكون في منهج بيعلمه لتلاميذه في الصلاة. يبقى هو كان راجل صلاة. 2 كانت رؤيته واضحة. 3 كان متجرد، وما كانتش فيه حاجة في الدنيا بالزغل العينيه. علشان كده الشجاعة كانت نتيجة لحياته مع الله اللي مسنود ليها. واتضاعه بان قوي 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 لما سجد قدام المسيح وقال له ما ينفعش اعمدك، بس المسيح ألزمه قال له ينبغي أن نتمم كل بر. وكان بيقول لتلاميذه قبل كده أنا ما استاهلش إن أنا حتى أنحني وأفك سيور حذاء المسيح المنتظر. ربنا يدينا ببركة صلواته وبركة شفاعته نعمة فوق نعمة. صباح الخير.